سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. الفيفا تتخذ قرار صادم ضد أسود الأطلس بعد الفوز على المنتخب البلجيكي. الفيفا تخضع لاعبين من المنتخب المغربي لكشف المنشطات. اجتاز النجم حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم والصخرة الدفاعية رومان سايس فحصا للمنشطات يوم أمس الأحد بعد الفوز في المباراة ضد المنتخب البلجيكي برسم الجولة الثانية عن دور المجموعات لكأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 18 دجنبر القادم. وقامت اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم بين شوطي مباراة المنتخب المغربي ضد بلجيكا بإجراء القرعة لاختيار اللاعبين الذين سيتم إخضاعهم لفحص المنشطات، حيث وقع الاختيار على حكيم زياش ورومان سايس. وفي المباراة الأولى ضد كرواتيا خضع إلياس شاعر لاعب كوينز بارك ورينجرز الإنجليزي ورضا تاغناوتي لفحص المنشطات. وسيعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم بأزيد من 3000 فحص للمنشطات خلال مونديال قطر 2022، وذلك في إطار محاربته لظاهرة المنشطات بعالم كرة القدم.